أحمد عليوي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمعرض الصحة والجمال. طبعا هو الحدث دي الدورة الأولى لأول مرة بتقام في مصر في القاهرة. أنا قلت الكلام ده قبل كده إن إحنا طبعا أنا كان اهتمامي إن يبقى في تواجد من الدول مشاركة في الحدث، وشركات تبقى من الدول الأوروبية والعربية إن هي تبقى موجودة. وفي الدورة الأولى أنا شايف إن في عدد كبير من الشركات والتوكيلات العالمية موجودة، ده حاجة مهمة جدا ودي حاجة كويسة. غير طبعا عندنا شركات موجودة مصرية طبعا. طبعا أنت عارفة معرض الصحة والجمال بيشمل عدة تخصصات. يعني احنا بنتكلم على الجزء الطبي اللي هم الأطباء في جميع التخصص يعني. بنتكلم على التغذية، بنتكلم على التخسيس، بنتكلم على التجميل. كل المجالات تقريبا او التخصصات، العيون الجلديه، كل ده. يعني احنا في حاجات هتلاقيها غريبه شويه. يعني عندنا الدكتور محمد لاشين عنده تكنولوجيا ان هو يقدر يغير لون العين بدون جراحه وتبقى طبيعيه، من غير ليزر ولا من غير لينسز تلبسيها او عدسات يعني. فدي مثلا تكنولوجيا حديثه جدا. الدكتور محمد ابو زيد طبعا استشاري جراحات التجميل، احدث تكنولوجيا التجميل. الدكتوره نانيس عندها اجهزه وحاجات خاصه بالتغذيه العلاجيه. يعني في دكاتره كتيره موجوده. دكتور محمد عماد الاهتمام بالتجميل الاسنان يعني عندنا المعرض بيشمل عده مجالات. كمان عندنا مراكز رياضيه وصحيه، مراكز مثلا سيبال سبا، ده مركز كبير جدا وضخم جدا وحاجه مهوله في مصر، معمول زي اوروبا بالظبط. فاحنا عندنا حجم شركات وعندنا حجم توكيلات موجوده. انا فخور جدا ان هم يبقوا بيدونا الثقه ان هم يبقوا مشاركين معانا في الدوره الاولى. احنا بنتكلم على جزئيه معينه، ان المعرض دون لما يقام انت بتسعي مستقبليا ان يبقى في حركه اقتصاديه في هذا المجال. هذا المجال يشمل في اي دوله في العالم عندك تقريبا ميزانيه السنه بتصل ل 72 مليار دولار. لما يكون حدث زي ده يقام في مصر، فانت عندك جزء اقتصادي ممكن تعتمدي عليه في هذا المجال. ليه ما يبقاش كده؟ ما يبقاش زي بقيه الدول. انا بقول لك اتعمل في دبي واتعمل في السعوديه واتعمل في ايطاليا واتعمل في كوريا، ليه ما يتعملش في مصر كل سنه؟ وليه ما نحققش الرقم ده في سنه من السنين؟ ليه ما يبقاش في حركه اقتصاديه في هذا المجال ويبقى دخل الدوله ومهم كده؟ فطبعا انا شايف ان ده هدف مهم لازم نوصل له يعني.